اليوم واحد القضيه مزيان نذكر بها، ان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربه كان دائما هو المحاور الرسمي مع الحكومه فيما يخص الحوار الاجتماعي ديال المهندسين. من بعد ما انتظرنا واحد سنتين، هذه سنتين قدمنا ملف مطلبي للحكومه. الاول كيهم النقطه الاولى كتهم اقرار نظام اساسي جديد نتاع الهيئه المشتركه ما بين الوزارات، بين الوزارات نتاع المهندسين المعماريين. كذلك حول النقطه الثانيه اللي في الملف المطلبي هو قانون ينظم المهنه الهندسيه، لان المهنه الهندسيه اليوم ما منظماش. النقطه الثالثه وهي اتفاقيه جماعيه كتهم المهندسين الاجراء في القطاع الخاص على غرار مثلا الاتفاقيه الجماعيه نتاع الصحفيين. اليوم الاوضاع الماديه والمعنويه نتاع المهندسين في القطاع العام يعني مزريه، والدليل على هذا انه كل سنه في واحد العديد نتاع الوزارات عندهم مناصب تاع الماليه باش يشغلوا يوظفوا مهندسين ما كيجيوهمش في بعض التخصصات. علاش؟ لانه النظام الاساسي ما تبدلش يعني منذ 2011، هذه 13 عام واكثر من هكذا، انه فيه 4 تاع الدرجات، 2 تاع الدرجات كان تعديل او زياده في نظام المنح في 2011، ولكن 2 درجات اخرين راه ما تراجعش نظام المنح من 2001. دونك بزاف تاع المهندسين اليوم ما بقاوش باغيين يجوا يخدموا يعني في الوزارات. مساله ثانيه في القطاع الخاص ما كاينش يعني اتفاقيه جماعيه، واحد العدد تاع المهندسين تاع الاجراء يفضلوا يمشيو للخارج، لان في القطاع العمومي ولا في القطاع الخاص ما كاينش هناك ظروف اللي كتشجع المهندسين باش يبقاو هنا في المغرب. واليوم على حسب بعض الدراسات تقريبا واحد 600 حتى 800 مهندس كل سنه كيتكونوا في المغرب وكيغادروا المغرب، وكاينين البعض اللي كيتكونوا تما في الخارج الاغلبيه الساحقه ما كيرجعوش، وهذا اهدار لطاقات مهمه البلاد نتاعنا محتاجاها. اليوم المغرب كيعرف واحد العدد نتاع التحديات، نذكر من ضمنها مثلا التحول الرقمي، الانتقال الطاقي، الامن المائي، السياده الغذائيه الى اخره. واحد العدد تاع التحديات اللي المهندس والهندسه الوطنيه في قلب هذه التحديات، وما يمكنناش البلاد نتاعنا ترفع هذه التحديات الا ما رصيناش واحد يعني هندسه يعني وطنيه، وكذلك الاوضاع نتاع المهندسين يعني تحسنات باش يمكن يشتغلوا في ظروف يعني جيده ويمكن لهم يرفعوا ويساهموا في رفع نتاع هذه التحديات. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.